والسلام بسم الله. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى نعمل معاكم بقى وصفه حلوه كده بعد العيد بقى، وكل عام وانتم بخير. النهارده عملنا كشري مصري، هنعمله مع بعض في حله واحده وبطريقه سهله وبسيطه، وهتريحك جدا وتخليكي تحبي تعملي الكشري. واهم حاجه من ده كله الطعم بتاعه جميل قوي ونكهته طالعه حلوه قوي. يلا بينا بقى على الوصفة. قبل ما نروح للوصفة تنسونيش في كومنت حلو، لايك وشير للقناة، بحبكم في الله أحلى متابعين. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الوصفة بتاعتنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل بقى مع بعض شوية كشري مصري، ولا أسهل من كده طريقة. أول حاجة أنا هنا معايا البصل قطعته بالشكل ده، تقطعيه بقى شرايح، تقطعيه أي طريقة تعجبك قطعيه. بشوية دقيق، شوية نشا، أي تعفريه بيها. تمام. حط هنا بقى شوية زيت حلوين كده، لأن الزيت ده أنا هشتغل به بقية الخطوات بتاعتي. نبدأ بقى ننزل هنا بالبصل بالشكل ده كده. هنحمر بقى البصلة بتاعتي. اول خطوة نحمر البصل، لان الزيت ده احنا هناخده هنشتغل بيه بقية الكشري بتاعنا. تمام يا بنات، سيبه بقى في الزيت كده ما يتحمر، البصلة تتحمر عشان ناخد الزيت ده نشتغل بيه بقية وصفة الكشري. البصل يتحمر معايا يا بنات. هبدأ بقى اشيل البصل كده واصفيه بالشكل ده كده. هنا بقى يا بنات معايا الحله وفيها الزيت. ننزل بقى بشويه شعريه كده بالشكل ده، حمرهم واخد لون حلو كده. هنا الشعريه اتحمرت معايا يا بنات، خدت اللون الحلو ده. نبدا بقى ننزل بشويه الرز عليها، نديهم تشويحه بقى مع بعض كده. ولا اسهل من كده طريقه للكشري، دي طريقه المحلات. ننزل بقى بالعدس. طبعا العدس غسلينه كويس ونقعناه شويه حلوين لمده ساعه كده. ندي كل ده تقريبا مع بعض كده بالشكل ده يا بنات. بعد كده بقى ننزل بقى في المكرونه. انا معايا هنا المكرونه، ننزل هنا بالمكرونه الصغيره الاول. ابدا بعد كده تقريبا كده مع العدس والشعريه والمكرونه. ننزل كمان بالمكرونه السباكيتي بالشكل ده كده عليها. تمام. نقوم نازلين بعد كده بقى بالميه بتاعتها، نديله العد بتاعه. تمام. طبعا انا لسه ما حطيتلهوش اي توابل. التوابل اللي احنا هنستخدمها النهارده عباره عن كمون وملح شويه كزبره بالشكل ده.
سيبهم بقى يستوي بقى مع بعضهم كده. وهيغلي بسرعة لأن المية ايه حطها ايه دافية. تمام. انا قلت بقى العين التانية انا هنا حاطة بصلاية قطعتها كده تقطعيها اي تقطيعة انت عايزاها. ادي البصلة تتبيلة كده الاول، اي تقريطة انت عايزاها خرطيها. نزلت عليهم بمعلقتين من الزيت بتاع البصل ده بس تشويحة كده البصلة تدبل. هنا البصلة بتاعتي بدأت تدبل يا بنات. انزل بقى ايه معلقة توم كده بالشكل ده كده. ابدأ تشويحة مع البصلة. بعد كده انزل ببشر طماطمية بالشكل ده. بعد كده ننزل بشوية مية عليهم بالجمال والحلاوة دي. ننزل عليهم بشوية كمون، معلقة كمون حلوة كده، ومعلقة من الملح صغيرة. بعد كده معايا الحمص انا نقعاه. الحمص بتاعي غسلاه ونقعاه لمدة ساعة قبل ما ايه ابدأ في وصفة الكشري. تمام كده. كده بقى ايه الحمص بتاعنا اهوت جاهز. نبدأ بقى نعمل ايه بقية وصفة الوصفة بتاع الكشري، بقية حاجات الكشري. تمام. انا هنا معايا حلة نبدأ بقى نحط فيها شوية من الزيت بتاع البصلة بالشكل ده كده. نحط فيها معلقة توم حلوة، معلقة توم مفرومة يا بنات. نبدأ تقريبا. انا طبعا التوم بتاعي ما بنحمرهوش قوي، ما بنحمرهوش لما يتحمر، اديله بس تحميره كده بسيطه خالص. الريحه بتاعته تطلع شويه كده بقى. كده هنا التوم بتاعي اهو. انا زي ما انا قلت لكم التوم ما يتحمرش قوي، يبقى كده. نبدأ ننزل عليه بشوية خل بالشكل ده كده. شوية الخل دمت بقى معلقتين خل. هنا بقى اكون مجهزة عصير الطماطم بتاعي. انزل بيه بقى على الثوم والخل بالشكل ده. ابدأ بقى احط التوابل بتاعتي، معلقة ملح، طبعا كزبرة. والوصفة بتاعتنا اهم حاجة من التوابل الاساسية بتاعتها الكمون، ومعلقة شطة لو انت حابة، لان كده كده هنعمل دقة الشطة لها ايه حالة بالشكل ده كده. اسهل من كده ولا اروع من كده وصفة مفيش. تعمل معاكي في الثواني، متاخدش معاكي كتير ولا معاكي حلال ولا اي حاجة تستعمليها كتير.
تمام يا بنات. سيبوا بقى ايه تتسبك. هنا بقى يا بنات انا حطيت هنا زيت، هنزل بمعلقه توم بالشكل ده كده، معلقه كمون، ابدا بقى احمرهم مع بعض كده. الثوم، الكمون، بعدين انزل بشويه خل، انزل عليهم بشويه ميه كده وشويه ملح صغيرين. خلي بالك وانت بتحطي الملح، لان انت كل حاجه بتحطي فيها ملح عشان ايه ما يبقاش ايه حادق معاكي. تمام. يغلي غلوه وايه هشيله. معايا طاسه، نفس الطاسه اللي انا كنت عامله فيها الكمون، انزل بايه مع شطه كده. تمام. ده تشويحه حلوه كده بالشطه دي، ريحتها بقى تطلع. ما اقولكمش بقى من الريحه بتاعت الشطه ديت هتبقى مشكله. انزل عليها برضه حبه خل كده صغيرين وشويه ملح، شويه ميه صغيرين كده. ناخد بقى ايه من التسبيكه بتاعت الطماطم دي معلقه كده، مغرفه قصدي بالشكل ده كده. بقى عملنا ايه دقه الايه الشطه كده. بقى يا بنات الكشري بتاعنا يعتبر خلص كده على التقديم. وهنا يا بنات الكشري بتاعنا اهو، بسم الله ما شاء الله، نضيفه ما شاء الله عليه، مع مفرفر معانا وجميل، طالع معانا هنا ايه جميل ما شاء الله عليه. نبدأ بقى ايه هنا معانا ايه الصلصة بتاعتنا اهيت. نبدأ بقى نغرفه بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده. نحط هنا معلقة من الدقة لان هما بيحبوا الدقة عليه قوي. هنا دقات الشطة، بسم الله ما شاء الله. طبق بقى كشري بقى ما شاء الله عليه، كشري العيد زي ما بيقولوا، ان هما ولادي بيحبوا ياكلوا الكشري دوت في ايام العيد. بسم الله. نبدأ بقى نحط بقى ايه طبعا البليلة بالشكل ده كده. كده بقى يا بنات الوصفة بتاعتنا النهاردة خلصت. طبق الكشري بتاعنا بسم الله ما شاء الله عليه، جميل وسهل ومعمول في حلة واحدة. وما خدش يعني منك ياخدش منك مجهود. وسهل، لان في ناس كتير قوي بتتضايق منه لانه ايه بمواعينه كتيرة كده، ما ياخدش منك وقت ولا مجهود. وبكده الفيديو بتاعنا خلص. يعني يا رب يكون الفيديو عجبكم. ان عجبكم تنسونيش بقى في كومنت حلو، لايك وشير للقناه. بحبكم في الله، انا بكبر بيكم. ربنا يجعلكم كده نعمه في حياتي يا رب، وتكونوا باب يعني باب رزق ليا، وتكونوا يعني في سعاده ليا وهنا. اشوفكم فيديو جديد باذن الله، مطبخ بشير الخير.